صبحكم الله بالخير جميعا، صبحكم الله بالورد والسرور متابعيني. شلونكم؟ شخباركم مع يوم الاثنين جميل علينا وعليكم. ثانية متابعيني حبايبي، تأخرت عليكم. موضوع اليوم راح يكون موضوع اللسان. طبعا اللسان نعمة عظيمة من رب العالمين عطانا اياه، بنفس الوقت اصبح هذا اللسان نقمة. لما كان هذا اللسان أداة فتن، أداة نقل كلام، أداة مشاكل وكذب وغيبة ونميمة، في نقل الكلام كأداة فساد تعتبر عظيمة جدا في نشر المشاكل بين الزوجين، بين الربع، بين اللي بالدوامات، بين أقرب الناس وبعضها البعض. المشكلة يا جماعة أن رب العالمين حذرنا منهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطع كل حلاف مهين. بيوت انهدمت، صداقات انقطعت العلاقة بينهم، والسبة من هذيل الناس اللي احنا نسميهم من الآخر رباطين العصاعص. نفكر في الموضوع نقول يا ربي هذيل شنو قاعد يستفيدون؟ ليش مخلين شغلهم الشاغل إن يسوون هالمشاكل بين الناس والفتن؟ فكرة هذيل الناس يعتبرون خبراء، يعني عندهم شهادة دكتوراه، لأنهم يرسمون الخطط ويحطون التكتيكات عشان يخربون بين الناس. شيء على صعيد المثال، بنت ويا أمها وتبي تسوي مشكلة بين الأم وبين أختها، فتقول شفتي أختي يا يمه الصدقين سافرت الدولة الفلانية، يابت حق خالتها وأنتي أمها ما تجيبلك. هذا أختها. واحدة تكون علاقتها مع أهل زوجها وايد علاقة قوية وزينة وعمرها ما طلع عليها كلام، تلاقين واحدة من عائلة الزوج نفسها تحط عليها ألف كلام وتختلق مشاكل المرأة نفسها ما سوتها أو حتى ما قالتها بحق أهل زوجها. أنا قاعدة أقول مثال، تمام؟ شنو الهدف؟ يعني بعد قصة اثنين، مثلا لو قلنا احنا مثلا قهوتنا وقهوة ناس، اي فلان يشرب قهوة عندنا يقول صدقون لما رحت القهوة الفلانية تكلموا وقالوا قهوتكم تلوع الجب، او العكس يروح القهوة الثانية ويقول لها انا والله كنت عند قهوتهم وقالوا ان قهوتكم مو شيء واحنا ما قلنا ولا شيء. انت لما تسوي كذي ليش؟ لهدف هم يخربون. ممكن مو بس يخربون، ممكن هو يبي يفتح قهوة ثالثة ويبي سمعته تكون هي الطيبة ويخرب سمعة القهوتين هذيلا. فكرة هذيل الناس جدا أذكياء، محترفين بالكذب بالنميمة، عندهم تمشي في عروقهم في دمهم. هل هذا مرض؟ أتوقع مرض نفسي، ولا ايش رايكم؟ بس فيهم مرض. هذيل ناس حقودين، عندهم حسد، عندهم الخيانة، لأن اللي ينقل كلام غلط هذا بحد ذاته قاعد يخون ذاته، قاعد يخون نفسه. كنا نقعد مع هذيل الناس اللي هم المحترفين في تربط العصاعص، بس ما نعرف إن هم كذي، لأن شكلهم وايد طيب، ما فيهم خباثة شكلهم. يحسونك انهم خايفين على مصلحتك، فهم يبون يسوون كل شيء حقك، ممكن حتى يسوون لك شغلك بالدوام وكل شيء، بعدين يتكلمون من وراك عنك. يقول لك اذا انت ما تقدر تقول كلام خير وتسوي خير بين الناس فكف عن كلام الشر. كذي علشان احنا نتوخى هذيل الناس لازم نتأكد، نتحقق من مدى مصداقية الكلام اللي وصل لنا عبر هذا الناقل، ونحط على قولتهم الشك باليقين، نتأكد وعادي نواجه الطرفين. بهذه المواجهة راح تكتشفون شلون بيوت انعست، علاقات زوجية انكوت بالأوتي. ليش يا ترى؟ لأن احنا سمحنا، احنا خلينا آذاننا صاغية حق الناس اللي قاعدة تبعد بيننا وبين اللي نحبهم. احنا الأساس، احنا ندري ان احنا ربحنا بضاعتهم، هالناس اللي قاعد تربط عصاعص وخلينا تجارتهم تفوز. احنا السبب. الزبدة، احذروا ثم تحققوا ثم تأكدوا من مصداقية الشيء قبل لا تظلمون الناس. سمعوا، لا تستعجلون في إصدار حكم على ناس قد في يوم من الأيام تندمون إنكم تصرفتوا كذي. ما ندفع الثمن في غايات ناس مريضة نفسيا، حاقدة، كارهة لنا. لازم نتأكد يا جماعة كلهم يلي قاعد تربطون عصاعص بيننا وبين اللي نحب، ما راح نسمح لكم وراح نتأكد، وإذا فيكم خير خلنا نواجهكم. بقول شيء من اللي بيربطون عصاعص، شو يقول لك؟ لا تقولون ان انا قلت، لا تجيبون اسمي بالموضوع، لا تجيبون طاريي.
هذيلا تراهم الناس هذيلا، خافوا منهم. ويا جماعة لا تسوءون الظن في ناس انتم عارفين اخلاقهم وعارفين انهم خوش ناس، في ناس وايد زينين يجيكم عنهم كلام وتصدقونه، لا كلموهم. ولا تسوءون الظن مرة ثانية، لا تسوءون الظن وتخسرون ناس ما تستحق انكم تخسرونها بحياتكم. حبايبي اتمنى موضوع اليوم وصل والفكرة وصلت ونال على اعجابكم. يوم جميل مفعم بالنشاط والحيوية. مع السلامة حبايبي. الموضوع لا يمد لي بصلة، عشان تعرفون مطلوب مني اطرحه وطرحته فقط.